السلام عليكم أختي الكريمة. الأوضاع في إدلب نبدأ بها من مدينة سرمين، وكما هي العادة في كل يوم جمعة كانت تخرج المظاهرة من المساجد ويهتفون بها المتظاهرين في جمعة سموها جمعة توحيد كتائب الجيش الحر. أثناء المظاهرة هناك سقطت أكثر من 4 صواريخ. أحد هذه الصواريخ استهدف خروج المصلين من مسجد عثمان بن عفان لمشاركتهم في المظاهرات، والتي أدت إلى إصابة عدد من الجرحى، والقذائف الأخرى سقطت على المنازل. وفي هذه اللحظات كانت أصوات أحرار المدينة تصدح بالتكبيرات، واستمروا بالتظاهر والهتاف، وكانوا يقولون ويرددون لا نركع إلا لله. وبعدها ب10 دقائق، بينما كان بعض الأعضاء تنسيقيا يوثقون مكان سقوط القذائف لكي يرسلوها إلى القنوات والإعلام، وكانت الناس والمدنيين كلها متجمعة، أيضا سقطت العديد من القذائف الصاروخية التي انهمرت في نفس المكان، والعديد من الصواريخ، وسقط جراءها عشرات الجرحى بعضهم بإصابات خطيرة جدا. ودمر عدد من المنازل، وسقط شهيدين على الفور، وهما الدكتور الجامعي أحمد حسن حسون والشهيد مصطفى حسين عبد العزيز. وتم إسعاف بقية الجرحى إلى المشافي الميدانية. وفي مدينة الهبيط استشهد الشاب غالب علي أبو راس، الذي استشهد متأثرا بجراحه، وهو كان يتلقى العلاج منذ أكثر من الأسبوع، واليوم تم تشييعه في مدينة الهبيط. وكان هناك قصف بالطيران الحربي والميج على جبل شحشبو، ولا نعرف ما هي الأضرار حتى الآن. وفي بلدة من بلدات الشغور قام لواء الحرية بالتصدي للطيران المروحي برشاش 14.5 الذي كان يقصف منطقة المطلة ومريمين، وأجبره على مغادرة المنطقة، وبقي الاشتباك أكثر من نصف ساعة. وفي معرة النعمان انشق هناك 17 عسكري وانضموا للواء شهداء معرة النعمان كتيبة القعقاع. وفي مدينة خان شيخون منذ البارحة لا يزال النظام الأسدي المجرم يقوم بإلقاء القذائف على المدينة، وفي الصباح أثناء ذهاب الطلاب إلى المدارس. البارحة أدى إلى هدم العديد من المنازل، وقد استشهدت عائلتان مؤلفتان من 5 أفراد، من بينهم أطفال. نذكر لكم أسماءهم، وهما خالد أحمد معرزيتاوي، والطفلة عفراء خالد معرزيتاوي، والطفل رامي خالد معرزيتاوي، والطفلة دعاء مروان بركات، والطفلة سلام مروان بركات. وهناك العديد من الإصابات والجرحى التي تم نقلها إلى المشافي الميدانية. وهناك حالة إنسانية صعبة وسيئة في المدينة لا توصف بسبب تمركز الحوادث في المدينة، بحيث لا نستطيع أن نسعف الجرحى التي إصابتهم خطيرة، ولا نتمكن من استخبابهم داخل المدينة، الذي يقوم الجيش المجرم باستهداف أي شخص يدخل إلى المدينة أو يخرج منها. وفي بلدة زردنة هناك تغيير إعلامي كبير، وتعاني من نقص في المياه الشديد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وهناك تلف كبير في المزروعات تقدر بملايين، وانقطاع الاتصالات. هذا هو حال المدينة، حيث أن النظام المجرم يستهدف المدنيين كرد، وبسبب انزعاجه من الجيش الحر، أو بسبب خوفه وخذلانه بقتال الجيش الحر، يقوم بقصف المدنيين والمنازل من بعد وبالطيران وبإلقاء